هل شريك حياتكم شخص تجنبي ومحتاج مساحته، ولا شخص نرجسي وبيتلعب بيكو؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ده بالتفصيل، لان في شعرة صغيرة جدا هي اللي بتفرق ما بين الشخص النرجسي والشخص اللي عنده تعلق تجنبي. لما نزلت الفيديو اللي فات كمية الكومنتس اللي جات لي اللي كانت فيها الناس بتقول لي لا ده مش شخص تجنبي، ده شخص نرجسي، لا ده مش نرجسي ده تجنبي، وخناقات في الكومنت سيكشن كانت غير عادية. فقررت ان انا اتكلم اكتر على ازاي نفرق ما بين الشخص التجنبي وما بين الشخص النرجسي. والجدير بالذكر انه النرجسية يا جماعة ده نوع من انواع الاضطرابات، بس ده مش غرور وخلاص، لا، النرجسية ده اضطراب نفسي. الحقيقة ان كل علماء النفس بيقولوا ان اقل مرضى بيروحوا لهم هو الاشخاص النرجسية. ليه؟ لان هم اصلا اشخاص مش شايفين ان هم محتاجين يتعالجوا، وان هم ما عندهمش مشاكل، وان حتى لو عندهم مشاكل فهم يقدروا يحلوها مع نفسهم، مش محتاج تدخل خارجي عشان يحلها. فالنرجسيين للاسف مش بيتعالجوا، وده بناء على رغبتهم ان هم مش شايفين ان هم محتاجين يتعالجوا. وفي الكومنتس كان في ناس كتيرة جدا موجوعة واتألمت من تجارب عاطفية عاشتها مع اشخاص نرجسية، وناس تانية عاشتها مع اشخاص تجنبية. فانا حاسة بوجعكم جدا، لان الوجع اللي بيبقى ناتج عن البعد او الوش الخشب او البرود المفاجئ اللي بيكسر القلب فتافيت كده، شبه بعض في الحالتين، وذر يعني سواء الشخص نرجسي او الشخص تجنبي. ففي الحالتين الألم هو، ولكن النهاردة هنوقف الخلط ما بين النرجسية والتجنبية، لأن علم النفس بيقول إن الفرق ما بين ده وده السما من الأرض، إيه في التركيبة النفسية لكل واحد فيهم. فلو خلطنا ما بين الاتنين هنبقى بنحكم على الشخص اللي عنده تعلق تجنبي بالظلم ان هو شخص نرجسي. كتير من الاوقات ممكن نظلم نفسنا ان احنا نفضل في علاقة مع شخص نرجسي سنين، نضيع عمرنا فاكرين ان الشخص ده مجرد بيمر بألم من وهو صغير، وبعد شوية هيتغير، بعد كل ما هديهم حب اكتر هيتغيروا. ولكن النرجسي لا يتغير، لان تركيبته قايمة على استغلال الشخص اللي قدامه. او ممكن نظلم شخص عنده تعلق تجنبي، جواه طفل مرعوب فعلا، كان بس محتاج ان هو يحس بالامان ويحس بالعطف علشان يبدا ان هو يفتح قلبه لينا. في الفيديو ده، وده فيديو مطول، هنتكلم بالتفصيل الممل عن طريق مواقف واقعيه من حياتنا اليوميه نقدر نفرق بيها ما بين الاتنين، ونقدر نعرف من الطرق دي اذا كان شريك حياتنا هارب من خوفه وتجنبي، ولا بيلعب بيكوا وعايز يكسركوا. فورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الفيديو. الجزء الأول، حلاوة البدايات. علشان نعرف احنا مع مين لازم نرجع لبداية العلاقة، أول شهرين تقريبا في العلاقة. شكل البداية بيكشف كل حاجة، بس احنا ما بنبقاش مركزين، بنبقى في حلاوة البدايات. نتكلم الأول على الشخص النرجسي. في البدايات بيبقى عامل ازاي؟ النرجسي مش بيدخل العلاقة خطوة خطوة، بنحاول ان احنا نتعرف على بعض بالراحة، نشوف احنا مناسبين لبعض ولا لا. النرجسي بيخش زي الاعصار، بيشيل كل اللي قدامه. من اول اسبوعين هتلاقيه بيقول لكم انتوا نص التاني اللي كنت بدور عليه طول عمري، انا عايزه اتجوزك الشهر الجاي، احنا روح واحده في جسدين. الكلام اللي هو الكبير ده، عارفين الكلام ده اللي هو بيخش يزلزل الزلازل جوه قلب البني ادم، ويحسسه انه فعلا لقى الشخص اللي اخيرا هيحبه ويقدره زي ما هو يستحق. بيغرقكوا بقى رسائل حب، هدايا، جوابات شاعرية، ورد، مكالمات 24 ساعة، وكأنكم محور الكون. وده بيسمى اللوف بومبينج. لوف بومبينج يعني قنبلة حب كده منقوطة. وده من سذاجتنا، بنقع طبعا في الفخ ده، لأنه فخ It's too good to be true، يعني خطير لدرجة انه مش ممكن يبقى حقيقي، بس بنقع فيه لانه احنا بنتفرج على افلام كتير رومانسية وبتاع، مش يمكن انا لقيت الشخص الواحد في المليون اللي فعلا هيبقى بيحبني ويقدرني واني نقع على وشنا، هنقع في الطين دلوقتي. بنخش على سيناريو الشخص التجنبي في بداية العلاقات بيبقى عامل ازاي. التجنبي مستحيل يخش زي الاعصار، مستحيل يعمل لوف بومبينج او قنابل حب. ده بقى بالعكس تماما، بيكون معجب بيكم من بعيد، بس كل ما يقرب يبقى في فرمله جواه كده، بتحسوا ان الشخص ده متكتف، مش عارف ان هو يعمل القرب ده. كلامه موزون، مش بيدي وعود خياليه، بالعكس يميل ان هو متحفظ اكتر ما هو بيوفر بروميس او بيوعد كتير. بيقرب خطوتين ويبقى عاطفي قوي، بعدين فجاه تلاقوه يومين هادي ومتحفظ في كلامه، لان القرب السريع بيخوف جهازهم العصبي جدا. التجنبي لما بيبدا يحب الشخص اللي قدامه بيقرب ببطء وبخطوات ثابته، لان الامان بالنسبه للشخص ده بيتبني طوبه طوبه فعلا، مش بيدخل زي الاعصار يهد كل حاجه. فده الجزء الاول، واول حاجه نقدر نعرف بيها الشخص اللي قدامنا ده نرجسي ولا تجنبي. الجزء الثاني وهو النيه ورا الاختفاء والصمت. الاتنين بيختفوا والاتنين بيسكتوا خالص، بس ايه النيه بتاعت كل واحد من ده؟
هنبدا بالتجنبي. التجنبي بيحصل له حاله انغلاق عاطفي، ايموشنال شات داون. لما بيحصل خناقه عاطفيه ما بين شخص وشريكه اللي هو التجنبي، ما بيحصل خناقه وبيبقى فيها مشاعر مفرطه وعياط او عتاب حاد مثلا، التجنبي جهازه العصبي بيعمل شات داون، بيحس بحاله اختناق شديد وبيحس ان هو اوفرويلمد، مش عارف يتصرف مع كل المشاعر اللي حاسس بيها دي. بيقفل تليفونه، بيهرب وبيروح يقعد في القوقعه بتاعته، مش عشان يعاقبكم ولا عشان يشوفكم بتتعذبوا خالص. بيهرب لان مستويات الخوف جواه وصلت للخط الاحمر، وصلت لاعلى ليفل خط احمر، وعقله الباطن مقتنع دلوقتي ان القرب هو عباره عن خطر واذى، فهو بيستخبى علشان يهدى وعشان يرجع لنفسه. فالشخص التجنبي في اللحظه دي بيبقى شخص حزين، المشاعر اللي بتغلب عليه هي الحزن، وبيبقى كمان حاسس بالذنب وشايف نفسه فاشل في العلاقات ومش عارف ان هو يحافظ على العلاقات ايا كانت العلاقه اللي هو فيها. فهو بيهرب عشان يحمي نفسه، مش عشان يأذي الشخص الاخر. للاسف هو بيأذي الشخص الاخر، بس ما بيبقاش النيه بتاعته ان هو عايز يأذي الشخص اللي قدامه. تيجي بقى للنرجسي، الصمت العقابي المدروس وكما قال الكتاب. هنا بقى الخبث كله. النرجسي لما بيختفي او بيدينا الوش الخشب او بيعاملنا ان احنا هوا ما جيناش اصلا، تصرف مدروس ومقصود بالملي. ده مش مخنوق ولا خايف، قاعد بيتفرج عليكم وانتوا بتنهاروا، بيتاخر في الرد على الرسائل مثلا اللي انتوا بتبعتوها عمدا، هيشوف الرساله اصلا وهيتجاهلها، مش هيرد عشان يشوفك وانت بتطرده وتترجاه يسامحك. الهدف من الصمت ده ان هو يكسر عزيمتكم، ان هو يكسر شخصيتكم، يدمر ثقتكم في نفسكم ويخضعكم للسيطره، لان انتوا لو خفتوا قوي من زعل الشخص ده هتبقوا تحت سيطرتهم، مش تبقوا بتعملوا اي حاجه خارج الاطار ده. هو عايزكم توصلوا لمرحله ان انتوا بتعتذروا عن حاجه انتوا ما عملتوهاش اصلا، لمجرد ان انتوا تشتروا رضا الشخص ده. النرجسي بيتغذى على دموع ضحاياه، ده بيرفع الايجو بتاعه والاحساس بتاعه بالانا. كل ما يشوفكوا تعبانين اكتر ومتضايقين اكتر ومنهارين اكتر، كل ما ده يديله احساس ان هو يستاهل كل الكسره دي، فده بيعلي الايجو بتاعه، يعني خليه كده مبسوط. الجزء الثالث، قلب الترابيزه. طيب اتخانقنا، واجهناهم بغلطاتهم، واجهناهم بالحاجات اللي احنا عندنا مشاكل معاهم فيها، عادي، ده بيحصل في كل العلاقات. الشخص النرجسي بيستخدم حيله كلنا اكيد سمعنا عنها، وهي الجاز لايتنج. جاز لايتنج بالعربي يعني الغاز المسموم. فالجاز لايتنج ان هو يحسسك ان انت مجنون، انت متوهم الحاجه، انت الحاجه دي مش حقيقيه، انت متوهم، كل ده في دماغك اوهام. النرجسي مستحيل تحت اي ظرف يعترف ان هو غلطان ويعتذر اعتذار حقيقي صادق من القلب. لو رحت قلت له برودكو ده تعبني مموتني، هيروح قالب الترابيزه عليكم في ثانيه. هتبقوا انتوا فجاه الاشخاص النكديه، الغير متفهمه، اللي مجانين ومرضى وشكاكين ودماغكم فيها كلاب سعرانه، او المفضله الى قلبي، انتوا اللي خلتوني اعمل كده، تصرفكم انتوا اللي خلاني اتصرف كده. ففي الحاله دي هو مش بس بيرفض ان هو ياخد مسؤوليه ان هو اذى الشخص اللي قدامه، او فعلا ممكن يبقى في حاجه هو غلطان فيها، لا، ده بيخليكوا تشكوا في عقلكم، بيخليكوا تشكوا في مشاعركم، تشكوا في كل حاجه فيكم، لحد ما تخرجوا من المواجهه دي وانتوا حاسين ان انتوا اللي اشخاص مذنبه، وان انتوا المرضى النفسيين في العلاقه، مش هو بريء، شخص بريء انتوا اللي بتتجنوا عليه. طيب نيجي نشوف بقى الشخص التجنبي. الشخص التجنبي بيلوم ذاته بس بشكل خفي جوه، كل حاجه عنده لجوه. التجنبي لو واجهته بهجوم وعتاب قاسي هيهرب، لكن لو قعدنا معاه في وقت ساعة صفا كده ونبرة صوت هادية من غير اتهامات ومن غير زعيق ومن غير عتاب حاد جدا، وقلته للشخص ده انا بحبك وعارفة ان انت محتاج مساحتك، بس لما بتختفي فجأة بحس بالرعب وبتوجع جدا، المعجزة هنا بتحصل بقى. التجنبي هيسمع وهيتأثر وغالبا هيعتذر وهيقول مثلا انا اسف، انا عارف ان انا ببقى بارد، بس غصب عني بكون مخنوق مثلا وما ببقاش عارف اعمل ايه. التجنبي جواه كمية لوم ذات غير عادي واحساس بالذنب عالي جدا تجاه الاشخاص اللي هو في علاقة معاهم، ودايما شايف نفسه هو كمان شريك سيء ويستاهل الرفض. لانه لما اتكلمنا ورجعوا لحلقه التجنبي كنا بنتكلم ان الشخص ده اتعلم انه ما يعتمدش على اشخاص تانية، وان الاشخاص هتخذله، وان الاشخاص دايما هتسيبه ومش هتختاره. ده بيأكد التروما او بيأكد الجرح اللي عند الشخص ده. التجنبي بيتحمل المسؤوليه، عنده استعداد يقول انا غلطان، بس ده في حاله ان احنا مش بنحاربه، مش بنهاجمه، مش بنخش بالسيوف وداخلين نلوش كده فيه، فهو هيخاف وهيرجع. انما لو اتكلمنا براحه فعلا هيسمع ومش هيقلب الترابيزه علينا. الجزء الرابع، شكل العلاقه ايه والنهايه النفسيه مع النمطين بتبقى عامله ازاي. انتوا الفرق الاخير والاهم ما بين النرجسي والتجنبي هو شكل صحتكم النفسيه، احساسكم بنفسكم جوه العلاقه دي هو اللي بيكشف الفرق ما بين الاثنين. لو انتوا مع شخص تجنبي كونوا حاسين بالوحده، بالاحباط، وان نفسكم ان الشخص ده يقرب منكم اكتر، بس انتوا لسه عارفين انتوا مين،
بتحبوا ايه ومحتاجين ايه. ثقتكم في نفسكم ما تهزتش، عقلكم ما تاثرش، حسيتوش ان انتوا مجانين يعني. انتوا بس زعلانين او واخدين على خاطركم كده زي ما بنقول من الطرف التاني. ليه؟ لانه مش عارف يفتح قلبه ليكم، وانتوا مستنيين ده بفارغ الصبر، وهتقابلوه بحب وحنان يغمروا، بس هو اللي مش راضي. فالعلاقه مع الشخص التجنبي بتبقى عامله زي رقصه كده، يقرب ويبعد ويشد ويرخي، يعني بتبقى رقصه كده، بس ما فيهاش اهانه لكرامتكم، هي بس مسافات عاطفيه متعبه تحسسكم دايما بالوحده في العلاقه. اما بقى العلاقه مع النرجسي فبتدمركم بالكامل. بعد كام شهر من اي علاقه بتخشوها مع شخص نرجسي تتحولوا الى شبح للشخص اللي انتوا كنتوا عليه. انتوا ما بتبقوش نفسكم، بتفقدوا ثقتكم في نفسكم، في شكلكم، في طريقه تفكيركم، في تصرفكم، في كلامكم، في لبسكم، فقدوا الثقه في كل حاجه، في اهلكم، كل حاجه. وبتعيشوا كمان مرعوبين في رعب مستمر من الشخص ده يغضب منكم او يتضايق منكم او يزعل منكم، لانه زعلهم غير عادي. ودايما بتبقوا حاسين ان انتوا ماشيين على قشر بيض، على طول خايفين انه اي حاجه تحصل تترجر الشخص ده ويغضب ويزعل، وهناخد شهور عقبال ما الشخص ده يبقى كويس تاني ويسامحنا وكل بقى الكلام اللذيذ ده. النرجسي بمعنى اصح بيمتص روحكم، بيعزلكم عن اصحابكم، عن اهاليكم، بيحسسكم ان انتوا نكره، ما تسووش حاجه في الدنيا دي اصلا، مش بس من غيره، لا ان جنرال انتوا ما تسووش حاجه. في نهايه الفيديو وزي كل الفيديوهات التانية ببقى عايزه اطبطب على كل حد فيكم حس بالوجع ده. لو اكتشفتوا من الفيديو ده ان شريك حياتكم شخص تجنبي، يبقى في امل كبير جدا ان الشخص ده يتغير. النمط ده بيتعالج ازاي؟ بيتعالج بالوعي وبالتمارين اللي احنا شرحناها قبل كده، اتفرجوا على الفيديو اللي فات، بس بشرط واحد، وهو ان الشخص يبقى عنده استعداد انه يشتغل على نفسه. تحلوا بالصبر وافهموا شريك حياتكم، عشان لو هو فعلا شخص تجنبي فعلا محتاج حب وعطاء عشان يحس بالامان ويفتح قلبه ليكم. اما بقى لو الفيديو ده كشف لكم ان شريك حياتكم او الشخص اللي انتوا بتحبوه شخص نرجسي، انفدوا بجلدكم فورا. الشخص النرجسي مش محتاج حب علشان يتغير، ولا محتاج ان احنا نديله فرصه. يعني لما هنبعد عن بعض ونرجع لبعض تاني، هو الفرصه التانيه دي هو ما اتغيرش، هو نفس الشخص بس بيسحبكم اعمق شويه. النرجسي بيتغذى على محاولاتكم لاصلاحه، على المجهود اللي بتبذلوه عشان الشخص ده يبقى احسن. فالهروب من علاقه مع شخص نرجسي مش استسلام، ده القرار الاقوى والاصعب والاصح والاشجع اللي هتاخدوه في حياتكم عشان تحموا اللي باقي من روحكم ومن نفسكم. احنا ما اتخلقناش عشان نكون ضحيه الايجو بتاع شخص ما، كلنا نستحق نتحب، نتفهم، ونعيش في سلام نفسي مع نفسنا ومع شركاء حياتنا. اللي كمل الفيديو لحد دلوقتي انتوا ناس قلبكم حلو. فيا ريت لو كملتوا الفيديو لحد دلوقتي اعملوا لايك وسبسكرايب والحاجات اللذيذه دي. ولكن احب انوه عن حاجه، انه انا مش دكتوره. كل كومنتس دكتور احنا مش عارف ايه، كوتش احنا مش، انا مش دكتوره ولست معالجه نفسيه. من كتر رسايلكم بدات احس ان انا المفروض ادرس حاجه. كل الحكايه ان انا شخص في رحله الى مزيد من الوعي، الى مزيد من التغيير. انا بحاول اكون شخص افضل. يعني انا عندي مشاكل داخليه مش قادره اشرح لكم قد ايه، وبتعالج. والله انا مش دكتوره، انا بتعالج. من كتر ما انا عندي حاجات عانيت منها ولسه بعاني منها، بحاول ان انا اساعد غيري في حاجات انا لسه بحاول اتغير فيها وحاجات انا اتغيرت فيها. الشانل دي ما هي الا رحله فيها بنحاول ان احنا نفهم نفسنا اكتر ونحاول ان احنا نطور نفسنا اكتر. ولكن انا مش دكتوره او شخص اقدر ان انا اجاوبكم على كل اسئلتكم. انا اذا كنت بجاوب على تعليقاتكم او اسئلتكم فبجاوب عليها من وجهه نظري ومن تجاربي الشخصيه ومن فكري الشخصي، وليس من دراسة علمية بحتة. بشجع كل الناس اللي هي في رحلة الوعي ده انها تشوف معالج نفسي او دكتور نفسي، تتكلم معاه وتبدأ تشتغل على نفسها، ان احنا نغير سلوكياتنا ونغير من نفسنا. كان واجب عليا ان انا انوه على حاجة زي كده، لانه كتير قوي منكم فاكريني دكتورة، انا مش دكتورة. شكرا لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وقولوا لي في الكومنتس تجاربكم مع اشخاص نرجسية، لان كل واحد فينا عدى على تجربة مع شخص نرجسي. قولوا لي كمان حابين التوبكس اللي جايه تبقى عن ايه، حابين نكمل اكتر في انماط العلاقات وكده، ولا حابين ان احنا نتكلم في حاجات تانية. اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي. سلام.